بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه التراث الثقافي لسكان بلدنا؟ كلمة تراث يعني حاجة اتعملت من زمان ولسه موجودة لحد دلوقتي. التراث الثقافي لسكان بلدنا حاجة بتميز البلد بتاعتنا ومش موجودة عند أي حد تاني، زي مثلا الأهرامات، أهرامات الجيزة وأبو الهول وكل الكلام ده موجود عندنا احنا وبيميز بلدنا ومش موجود في أي مكان تاني. يبقى ده اسمه التراث الثقافي لسكان بلدنا. تمام كده. طيب ما يقول لي المقصود بالتراث الثقافي، عايز تعريف بقى واضح كده للتراث الثقافي. هقول له كل ما تركه لنا الأجداد، اللي تركوه لينا الأجداد اللي هم الناس اللي كانوا عايشين قبلنا من زمان، من أماكن تاريخية. تركوا إيه؟ أماكن تاريخية وأثرية وفنون شعبية وصناعات حرفية وقيم وتقاليد اجتماعية. تاني كده، كل ما تركه لنا الأجداد، كل حاجة الأجداد تركوها لينا من زمان ولسه موجودة لحد دلوقتي. طيب تركوا لنا إيه؟ أماكن تاريخية وأثرية وفنون شعبية زي الغنى والرقص والحاجات دي كلها، وصناعات حرفية. زي ايه الصناعات الحرفية وخدناها في الترم التاني؟ زي مثلا الصناعات اللي هي زي النسيج والسجاد اليدوي وصناعة الفخار وكل الحاجات دي. طبعا وقيم وتقاليد اجتماعية زي إكرام الضيف والشجاعة، كل الحاجات اللي هي في القيم والتقاليد بتاعتنا. تمام. ده كله اسمه ايه؟ اسمه تراث ثقافي. خلاص كده. قال لي في اماكن بقى في مصر فيها تراث ثقافي مميز مش موجود في اي مكان تاني، في بعض المحافظات اللي موجودة في مصر. طيب زي ايه؟ قال لي عندي في صعيد مصر اللي هو في جنوب مصر، اللي هي محافظات الوجه القبلي. وعندي واحد سيوة اللي موجودة في محافظة مطروح. وعندي كمان في النوبة، وعرفنا عنها حاجات في الترم الأول، اللي موجودة فين؟ في محافظة أسوان. النوبة اللي احنا عرفنا عنها اللي فيها السلال وفيها القلل والحاجات دي كلها، وطبعا البيوت بتاعتها اللي احنا شفناها الملونة، وكنت بعت صور وعرفنا عنها شوية حاجات، اللي هي النوبة اللي في محافظة أسوان. طيب قال لي كمان مدن القناة اللي هي السويس وبورسعيد والإسماعيلية. السويس وبورسعيد والإسماعيلية الثلاث محافظات دول اسمهم ايه؟ مدن القناة. علشان ايه؟ عشان موجودين على قناة السويس، او قناة السويس موجودة او مرة بيهم. طيب تعالوا كده نشوفهم على الخريطة، الحاجات اللي احنا قلناهم دول. هنا قلنا صعيد مصر اللي هو في الجنوب بقى، ناحية الجنوب، يعني ممكن نقول من أول الجيزة كده لحد ما احنا نازلين لحد تحت، ده كله اسمه صعيد مصر، اللي هو جنوب ايه؟ جنوب مصر، محافظات الوجه القبلي. طيب فين واحد سيوة اللي فيها تراث ثقافي مصري؟ واحد سيوة اهي موجودة فين؟ في محافظة مطروح. خلاص كده. طب قلنا ايه تاني؟ قلنا النوبة اللي موجودة في أسوان، هنا تحت خالص في محافظة أسوان في الجنوب. طيب فين مدن القناة اللي هي السويس وبورسعيد والإسماعيلية؟ السويس ايه اللي بيبدأ من عندها قناة السويس، وبنروح لحد الشمال فوق عند بورسعيد، وهنلاقي هنا كده الإسماعيلية، هي مش مكتوبة بس هي هنا كده في المنتصف، هنا كده الإسماعيلية. خلاص. يبقى عندي مدن القناة السويس، وفوق خالص على البحر المتوسط عندي بورسعيد، والإسماعيلية ما بينهم هما الاتنين. تمام كده. كده عرفنا الأماكن اللي فيها تراث ثقافي مصري. نرجع تاني للشرح، هناخد بقى كل ايه عنوان كده نشرحه. صعيد مصر هي محافظات الوجه القبلي، فيها ايه من التراث الثقافي؟ فيها فنون شعبية. ايه الفنون الشعبية دي؟ زي السيرة الهلالية. السيرة الهلالية، ايه السيرة الهلالية دي؟ السيرة الهلالية دي عبارة عن قصص، وفي راوي بيقولها او بيحكيها بس وهو بيعزف على آلة اسمها آلة الربابة. آلة الربابة.
خلاص، يبقى السيرة الهلالية دي، السيرة الهلالية دي من التراث الثقافي لمين؟ لصعيد مصر أو محافظات الوجه القبلي. إيه هي السيرة الهلالية دي؟ هقول إن هي عبارة عن قصص الراوي بيحكيها بس وهو بيعزف على آلة اسمها إيه؟ اسمها الربابة. يبقى احنا كده عرفنا السيرة الهلالية، وعرفنا إن صعيد مصر هم اللي بيشتهروا بيها. خلاص كده. طب عندهم ايه كمان من الفنون الشعبية؟ عندهم فن اسمه فن التحطيب. ايه فن التحطيب ده؟ عارفين اللي هو لما في ناس اللي هم في الافراح والمناسبات بيمسكوا عصيان كده وبيقعدوا زي ما يكون بيلعبوا بيها كده في الافراح والمناسبات. ده اسمه فن التحطيب. ما بيكون في فرح شعبي او حاجة بيمسكوا عصيان ويقعدوا يرقصوا بيها او بيلعبوا بيها كده. ده اسمه فن التحطيب. قال لي إن هو من الفنون الشعبية التراثية ووسيلة من وسائل الترفيه في الصعيد. تمام. قال لي برضو فن التحطيب ده مش من الفنون اللي هي الحديثة الموجودة، لا ده الفن ده من زمان جدا، أيام المصريين القدماء. طيب أنت عرفت إزاي إن هما من أيام المصريين القدماء؟ قال لي إن كان عندي لوحة منقوشة فين؟ على معبد اسمه معبد الكرنك في مدينة الأقصر أو محافظة الأقصر. يبقى أنا عندي دلوقتي في الأقصر عندي معبد اسمه معبد الكرنك، عليه لوحة منقوش عليها إيه بقى؟ منقوش عليها الإله حورس وهو بيعلم الملك أمنحتب الثالث التحطيب. طيب في صورة للكلام ده، تعالوا نشوف معانا صورة هنا. الصورة اللي قدامكم دي ده فن التحطيب. موجود فين؟ موجود على معبد الكرنك في الأقصر. بيمثل الإله حورس وهو بيعلم الملك أمنحتب الثالث التحطيب. يبقى الفن ده اسمه فن إيه؟ فن التحطيب. الفن ده ماله؟ من الفنون الشعبية. طيب اللي موجودة فين؟ موجودة في صعيد مصر أو محافظات الوجه القبلي. خلاص كده. يبقى احنا عرفنا دلوقتي من الفنون الشعبية لصعيد مصر السيرة الهلالية وفن التحطيب. تمام. قال لي كمان ان فن التحطيب ده تم ادراجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2016. عام 2016. يبقى فن التحطيب فن تراثي عريق تم إدراجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2016. طيب لما يجي أكمل سؤال أكمل مهم جدا ويقول لي تم إدراج فن نقط كفن تراثي عريق على قائمة التراث العالمي لليونسكو، يبقى فن إيه؟ فن التحطيب. يبقى فن إيه؟ فن التحطيب. الصورة والصوت واضحين؟ أيوه. تمام. ماشي تمام. طيب الحاجات دي كلها تراث ثقافي عريق وجميل جدا. طيب نحافظ عليه ازاي؟ هيجي هنا بقى دور الدولة. دور الدولة هتعمل ايه عشان تحافظ على التراث ده؟ قال لي الدولة أنشأت متحف للسيرة الهلالية. الدولة عملت ايه؟ عملت متحف للسيرة الهلالية. طب عملته فين؟ في محافظة قنا. طبعا في الصعيد، قنا دي موجودة في الصعيد. فالدولة عملت متحف للسيرة الهلالية. موجود فين المتحف ده؟ في محافظة قنا سنة 2015. طب ليه الدولة عملت لي المتحف ده؟ عشان تحافظ على هذا التراث، تحافظ على الحاجات اللي هي من التراث العظيم ده. خلاص كده. يبقى أنشأت الدولة متحف السيرة الهلالية في محافظة قنا عام 2015. لما يقول لي بما تفسر، وده سؤال مهم، هقول له إيه؟ للحفاظ على هذا التراث. المتحف السيرة الهلالية ده متحف بقى فيه كتب كتير عن القصص اللي هم بيحكوها واللي هي خاصة بمين؟ بصعيد مصر. تمام كده. يبقى احنا كده عرفنا التراث الثقافي لصعيد مصر. طيب نيجي لتاني مكان. واحد سيوة اللي قلنا موجودة فين؟ موجودة بمحافظة مطروح. واحد سيوة قال لي بيتميز سكان واحد سيوة بتراث ثقافي مرتبط بالبيئة التي يعيشون فيها. دي واحة وموجودة في صحراء. طيب الواحة دي اتخيلوا معايا علشان تقدروا انتوا وانتوا بتذاكروا تخيلوا كل حاجة عشان لما تيجوا يبقى في أي سؤال تعرفوا تجاوبوا عليه. الواحد سيوة دي واحة وموجودة فين؟ في الصحراء. والواحة دي فيها مية وفيها شجر.
طيب الشجر ده شجر ايه؟ شجر زيتون ونخيل، شجر زيتون وشجر وايه ونخيل. طيب دلوقتي انا عندي دلوقتي في الواحة الزيتون والتمور بقوا المورد الاساسي لاقتصاد الواحة. يعني ايه مورد اساسي لاقتصاد الواحة؟ يعني هما الحاجتين الاتنين اللي بيدخلوا فلوس للواحة. يعني بيقدروا ان هم يبيعوا التمور ويبيعوا الزيتون علشان يجيبوا لهم فلوس. خلاص، يبقى الحاجتين اتنين يعتبروا من الموارد الأساسية لاقتصاد الواحة، اللي هي التمور والزيتون. طيب عندهم يوم اللي هو يوم حصاد التمور والزيتون، ده بيحتفلوا بيه وسموه عيد السياحة. سموه ايه؟ عيد السياحة. يبقى عيد السياحة ده ايه؟ اللي هو اليوم اللي بيحتفلوا فيه بحصاد التمور والزيتون. تاني، عيد السياحة هو عيد حصاد التمور والزيتون. فين؟ في واحد سيوة بمحافظة مطروح. طيب قول لي يوم عيد السياحة ده امتى بيحتفلوا بيه؟ امتى؟ قال لي في منتصف شهر أكتوبر من كل عام، يعني نص شهر 10 كل سنة. في نص شهر 10 بيحتفلوا بيوم اسمه عيد السياحة، اليوم اللي هم بيحصدوا فيه التمور والزيتون. طيب يا ترى بيعملوا ايه في اليوم ده بقى؟ اللي هو مظاهر الاحتفال، بيعملوا ايه في اليوم ده؟ بيلبسوا بقى الملابس اللي هي المحلية، الملابس اللي بتميزهم هم عن غيرهم، ملابس خاصة بيهم هم، وبيغنوا أغاني محلية بتاعتهم برضو. وبيعملوا أكل كتير جدا لسكان الواحة. يبقى يرتدون السكان الملابس المحلية، ويرددون الأغاني المحلية، ويقيمون موائد الطعام. بيعملوا أكل كتير لسكان الواحة. طيب هو عيد السياحة ده ليه أهمية؟ طبعا ليه أهمية. بيجذب هذا الاحتفال الكثير من السياح. طبعا السياح بيجوا، ناس من بره بتيجي في يوم السياحة ده بيحضروه علشان يستمتعوا بيه. خلاص، عشان كده هو اصلا سموه عيد السياح. ليه؟ عشان السياح بييجوا في اليوم ده ويستمتعوا ويتفرجوا على الحاجات اللي هم بيعملوها، ويشوفوا رقصهم، ويشوفوا شكلهم، يشوفوا مظاهر الاحتفال بتاعهم. خلاص كده، يبقى واحد سيوة دي موجودة في محافظة مطروح. بيعملوا ايه؟ عندهم تمور وزيتون، وبيحتفلوا بيوم اسمه عيد السياحة، اللي هو عيد اللي هو يوم حصاد التمور والزيتون. قلنا تاريخه في نص شهر أكتوبر اللي هو شهر 10. وبيعملوا ايه فيه او مظاهر الاحتفال فيه ازاي؟ بيلبسوا ملابس المحلية، الملابس هي بتاعتهم الخاصة بيهم، وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا، وبيعملوا بيعملوا أكل لكل سكان الواحة. طيب لما يقول لي أهمية عيد السياحة، أقول له بيجذب هذا الاحتفال الكثير من السياح للاستمتاع به، لذلك أطلق عليه عيد السياحة، عشان كده سموه عيد السياحة. نيجي لثالث مكان اللي هو النوبة. موجودة فين النوبة؟ بمحافظة أسوان. النوبة طبعا يعني شعبها جميل جدا، وبيلبسوا اللبس بتاعهم بيبقى ملون. البيوت بتاعتهم بتكون ملونة وشكلها جميل جدا. فالنوبة يعني من الأماكن التراثية الجميلة قوي. حتى نلاقي إن منظمة اليونسكو عملت متحف النوبة في أسوان. عملت متحف النوبة في أسوان عام كام؟ 1997. طب ليه منظمة اليونسكو عملت لي متحف في النوبة في أسوان؟ قال لي لعرض تاريخ الحضارة النوبية العريقة. السؤال ده برضو مهم، لو جالي وقال لي بما تفسر أنشأت منظمة اليونسكو متحف النوبة في أسوان، هقول له لعرض تاريخ الحضارة النوبية العريقة. الحاجات التراثية الجميلة اللي موجودة في النوبة دي حاجات من الحضارة، يعني من الحضارة النوبية العريقة. هي حضارة نوبية عريقة، واخدة حاجات كتير قوي من التراث المصري، يعني قريبة جدا من الحاجات اللي هي كانت موجودة زمان قوي أيام المصريين القدماء. فيها حاجات كتير جدا. عشان كده منظمة اليونسكو عملت إيه؟ عملت متحف النوبة في أسوان. طيب تمام. لما نيجي نقول أشهر المناسبات، هقول اليوم
العالمي للنوبة. طيب فوق فين؟ فوق في صعيد مصر قلنا فن التحطيب، لا معلش، قلنا في واحد سيوة عندهم عيد السياحة، إنما في النوبة اليوم العالمي للنوبة. خلاص. طيب اليوم العالمي للنوبة ده كان إمتى؟ هنقول 7 يوليو من كل عام، يبقى كل سنة يوم 7 يوليو شهر 7 بيحتفلوا بيوم اسمه اليوم العالمي للنوبة. مظاهر الاحتفال او بيعملوا ايه في اليوم ده؟ يقول لي ان هم بيعملوا احتفالات ومهرجانات، بيرتدون السكان ملابس المحلية، بيلبسوا برضو الملابس اللي هي المحلية الخاصة بيهم، وبيغنوا، بيرددوا الاغاني التراثية النوبية. عايزة اقول لكم ان النوبة برضو ليهم لهجة كده خاصة بيهم، يعني محدش بيفهمها قوي غيرهم هم. ماشي، حتى هم بيبقوا حريصين جدا ان هم يحافظوا على اللهجة او اللغة دي وتفضل موجودة بين الاجيال. تاني هنقول اليوم العالمي للنوبة، ده من اشهر المناسبات اللي موجودة في النوبة في محافظة اسوان. اليوم العالمي للنوبة. طيب هو امتى بيحصل؟ امتى؟ يوم 7 يوليو من كل عام. كل سنة في شهر 7 يوم 7 هنلاقيهم ان هم بيحتفلوا بيوم اسمه اليوم العالمي للنوبة. طب بيعملوا ايه او مظاهر الاحتفال؟ هنقول تقام الاحتفالات والمهرجانات، وبيرتدون السكان الملابس المحلية ويرددون الاغاني التراثية النوبية. طيب وزي ما قلنا ان هم بيحرصوا على الحفاظ على اللغة النوبية التي ينفردون بها، محدش بيتكلم بيها خالص غيرهم هم، عشان كده عايزين يحافظوا عليها وتفضل بين الاجيال، تفضل بينهم موجودة على طول. في سؤال هنا لو قال لي قارن بين عيد السياحة واليوم العالمي للنوبة، هتقول إن عيد السياحة زي ما قلنا هو يوم احتفال بعيد حصاد التمور والزيتون اللي موجود فين؟ في واحد سيوة بمحافظة مطروح. أما بقى اليوم العالمي للنوبة دوت يوم من أشهر المناسبات أو يوم احتفال بيحتفلوا بيه النوبيين، بيحتفلوا بيه النوبيين في أسوان، في محافظة أسوان. ممكن بقى تشرح لو قال لك مثلا قارن بين مظاهر الاحتفال بينهم، تقول مظاهر الاحتفال هنا ومظاهر الاحتفال هنا. تمام. طيب رابع مكان ايه عندي؟ مدن القناة. ايه هي مدن القناة؟ السويس واسماعيلية وبورسعيد. ممكن سؤال يجي أكمل مدن القناة هي السويس نقط وبورسعيد، او يقول لك مثلا محافظتين وانت تجيب التالتة. خلاص كده. طيب ايه الفنون الشعبية الموجودة في مدن القناة؟ قال ان هم عندهم آلة كده بيعزفوا عليها، موجودة عندهم هم بس، بتميزهم هم بس. الآلة دي اسمها ايه؟ آلة السمسمية. اسمها ايه؟ آلة السمسمية. ايه آلة السمسمية دي؟ دي من الفنون الشعبية اللي موجودة عند مين؟ عند مدن القناة. خلاص كده، يبقى بيعزفوا على آلة اسمها آلة السمسمية والأغاني المرتبطة بيها. طيب تاني حاجة قال لي عندي رقصة هم بيرقصوها اسمها رقصة البمبوطية. رقصة البمبوطية. يبقى عندهم حاجة أو آلة اسمها آلة السمسمية، ورقصة اسمها رقصة إيه؟ البمبوطية. الاتنين دول خاصين بمين؟ بمدن القناة، السويس وإسماعيلية وبورسعيد. تمام. إيه رقصة البمبوطية دي؟ قال لي هي رقصة فلكلورية شعبية. يعني إيه فلكلورية؟ يعني شعبية. طيب بيفتخر بها سكان مدن القناة. خلاص كده، يبقى آلة السمسمية ورقصة البمبوطية خاصين بمين؟ بمدن القناة. طب أشهر المناسبات عندهم مهرجان اسمه مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية. أشهر المناسبات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية. تمام. نيجي لخامس مكان هو سيناء. بدو سيناء من الأماكن التراثية المصرية برضو. تمام. في حاجتين اتنين بيميزوا بدو سيناء. ايه هما؟ ان هما عندهم عادات وتقاليد خاصة او مميزة بيهم هما، وعندهم مناسبة اسمها سباقات الهجن او الإبل. سباقات الهجن يعني الإبل اللي هي الجمال.
طيب عندهم عادات وتقاليد خاصة بيهم زي ايه؟ زي إكرام الضيف، ماشي، وتقاليد الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية، زي ايه؟ زي عودة المسافر والزواج. تاني يبقى عندهم عادات وتقاليد خاصة بيهم زي إكرام الضيف والاحتفال بعودة المسافر والزواج. طيب تمام، ايه تاني؟ بيلبسوا الزي التقليدي في الاحتفالات، كل واحد ليه زي تقليدي خاص بيه هو بيلبسه في الاحتفال عشان ده بيميزه. الملابس دي برضو من التراث الثقافي. يعني التراث الثقافي الحاجات زي ما قلنا، الحاجات اللي بتميز سكان عن غيرهم، اي حاجة بتميز السكان عن غيرهم ده بيبقى مثلا تراث ثقافي. سواء بقى عادات وتقاليد، ملابس، حاجات أثرية، نقوش، مباني، أي حاجة دي تبقى اسمها إيه؟ تراث ثقافي. تمام كده؟ الصوت والصورة تمام؟ ايوه مس. طيب يبقى قلنا هنا من عادات وتقاليد بدو سيناء إكرام الضيف، عودة الاحتفال بعودة المسافر والزواج، وارتدائهم الزي التقليدي في الاحتفالات، وبيقيموا احتفالات اسمها احتفالات السامر اللي هم بيرقصوا فيها وبيغنوا. خلاص، يقيموا احتفالات اسمها احتفالات السامر التي تتضمن الرقص والغناء. قلنا ايه تاني من اشهر المناسبات؟ قلنا عندهم سباقات اسمها الهجن اللي هي الابل، سباقات الجمال، بيعملوا مسابقات للجمال. دي طبعا بيشارك فيها عدد كبير جدا من الدول العربية، دول كتير جدا بيحضروها وبيشاركوا فيها. طب لما يقول لي أهميتها، أهمية سباقات الهجن دي أهميتها إيه؟ هقول له تنشيط السياحة. أهميتها مهم جدا نعرف تنشيط السياحة، حيث يحضرها العديد من الوفود العربية للمشاركة في السباق. كتير من الدول العربية بتيجي وبتحضر السباقات دي علشان بتحضر السباقات دي كده. لما حد من بره بيجي، حد من بره كتير، دول من بره كتير بتجيلنا هنا، ده طبعا بيعمل لي تنشيط للسياحة. يبقى أهميتها إيه؟ هنقول تنشيط السياحة. طيب ده كله من التراث الثقافي للاقتصاد المصري، التراث الثقافي المصري. ما يجي بقى يقول لي سؤال، ايه أهمية التراث الثقافي اللي احنا درسناه وخدناه ده كله؟ أهميته ايه؟ هقول له أول حاجة بتنشط لي السياحة. يعني ناس من بره كتير بيجوا لنا هنا علشان يتفرجوا مثلا على الاحتفالات أو يحضروا سباقات، أو يستمتعوا بحاجات معينة موجودة عندنا إحنا بس ومش موجودة عند أي حد تاني. طيب يبقى ده تنشيط للسياحة. تاني حاجة توفير فرص عمل للشباب. هيوفر لي فرص عمل للشباب إزاي؟ مش إحنا قلنا قبل كده الحاجات اللي هي الحرف التراثية والحاجات دي كلها بتشغل لي شباب فيها، يعني الشباب بيشتغل فيها، بتبقى هي فرص عمل ليهم. يبقى دي توفير فرص عمل للشباب، ممكن يشتغلوا في الحرف التراثية، ممكن كمان يشتغلوا في الفنادق اللي ينزل فيها السياح اللي جايين من بره. يبقى دي تاني حاجة، توفير فرص عمل للشباب. طيب تالت حاجة زيادة الدخل القومي. لما يبقى في سياحة أكيد هيزيد الدخل القومي، الفلوس اللي هتدخل البلد، الفلوس اللي هتدخل البلد بتزيد لما السياحة بتزيد. خلاص كده؟ يبقى اما يقول لي ايه هي أهمية التراث الثقافي للاقتصاد المصري، هقول له 3 حاجات: تنشيط السياحة، وتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة الدخل القومي. خلاص كده؟ وبيقول لي طبعا يتم ذلك من خلال إقامة المهرجانات والمعارض بما فيها من عروض فنية ومنتجات تراثية ومتاحف تجذب السياح للاستمتاع بها. السياح بييجوا وبيشوفوا الحاجات دي كلها من خلال المهرجانات والمعارض اللي بتتعمل والعروض الفنية والمنتجات التراثية وغيرها. خلاص كده؟ احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا. نذاكر كويس، هو الدرس سهل وما فيهوش اي حاجه، عايز بس يتذاكر كويس عشان ما تلخبطوش بين المناسبات وبعضها وبين مظاهر الاحتفال والحاجات دي كلها.